السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم انا تقى ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان عشان تشجعوني ان اعمل فيديوهات اكتر. نقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. وصفة النهاردة حلوة جدا وخفيفة. النهاردة هنعمل تاكو. التاكو ده بقى بالعيش السوري. هو بيتعمل بالعيش التورتيلا بس يعني عادي، يعني نجربه عيش سوري مرة تورتيلا مرة، بس هو بجد حلو قوي 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 وهيعجبكم جدا. نقول بسم الله ونبتدي في الوصفة. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، وهنا وعيش سوري. بنجيب العيش السوري كده او التورتيلا زي ما قلتلكوا. هنا انا قسمت العيش السوري نصين. بناخد اللحمة المفرومة بنفردها كده بالشكل ده على العيش. بنرش عليه ملح وفلفل اسود. هي اللحمة مش محتاجة اي حاجة غير ملح وفلفل اسود بس. تعملوا بقى عدد السندوتشات اللي انتوا عايزينها يعني. بجد حلو قوي وخفيف ووجبة كويسة يعني. هنا بقى في طاسة سخنة على النار من غير اي زيوت من غير دهون. اللحمة فيها دهون بتنزلها. بصوا هنقلبه بالشكل ده كده، وهتبقى على نار واطية خالص علشان اللحمة تستوي. هنا بقى هنعمل بقى ايه؟ بصل هنقطعه. هنقطع البصل بالشكل ده كده نصين، وبعد كده هنقطعه حلقات كده. تعملوا برضو الكمية اللي انتوا حابينها. بجد لازم تجربوه، طعمه حلو قوي قوي قوي، كأنه سندوتشات مطاعم كده. بصوا هنا انا قطعت تلات بصلات كبار. في طاسة برضو كده على النار هنحط فيها معلقتين زيت. معلقتين او 3 زيت كبار. بعد كده الزيت اول ما يسخن كويس انا كنت مستنية الزيت بس يسخن كويس جدا. بعد كده هننزل عليه بالبصل. هنقعد بقى نقلب في البصل لان احنا هنعمل البصل ده بصل كده متكرمل، فهنقلبه بقى كده كويس جدا ونقعد نشوحهم كويس جدا. هحط معلقة سكر كده كبيرة، وهحط ملح وفلفل اسود، يعني معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود.
بجد يا جماعة البصل ده ممكن تعملوه جنب اي اكلة، يعني مع اكلات تانية، مع سندوتشات البرجر، مع اي سندوتشات، حلو قوي قوي قوي. نقعد بقى نقلب فيه لحد ما السكر بقى يدوب كده، هيخليه كده متكرمل وريحته فظيعة. بصوا هنا كده بعد ما اللحمة استوت وعملت السندوتشات، هي ايه العيش كده اتحمص شوية، بجد بجد كان طعمه حلو قوي. بصوا شكل البصل حلو ازاي. هنحط البصل، ممكن بقى تحطوا الحاجات اللي انتوا عايزينها، بس هو كده كان حلو جدا، فعلا فعلا ما كانش ناقصه اي حاجة. ممكن تحطوا طماطم، وممكن تحطوا فلفل اللي انتوا عايزينه. انا حطيت البصل كده، وحطيت كاتشب ومايونيز على بعض. ممكن تحطوا جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، زي ما انتوا حابين. انا حطيت كده البصل الكاتشب والمايونيز، وحطيت جبنة موتزاريلا. كده بقى هنقفل عليه من الجنبين، نقفل كده على الساندوتش، ونحطه ايه كمان على الجريل. الجبنة تسيح وياخد وش من هنا وياخد وش من هنا. بس كده هحطهم على الجريل يتعملوا. بصوا هنا بقى بعد ما حطيته على الجريل وطلعته، بجد شكله حلو جدا جدا جدا، والجبنة كانت سايحة، وطعم البصل موديه في حتة تانية، بجد خطير، حلو قوي. لازم لازم تجربوه، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وتقولي لي برضو رأيكم في الكومنتات. وان شاء الله انتوا انتظروني فيديو جديد بوصفة جديدة تعجبكم. بصوا شكله حلو ازاي، وطعمه بجد يا جماعة كان حلو قوي قوي بجد. ان شاء الله يعجبكم، هستنى رأيكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.